السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض دورة في التجويد المبسط. التجويد المبسط ده الغرض منه انه مقدم للعوام، يعني الناس اللي ما عندهاش طولة بال على الدراسة، وكل لما تيجي تحاول ان هي تدرس تجويد بتهرب بسبب المذاكرة الكتير، وان هي عاوزة حاجة بسيطة بس تخليها ان هي تقرأ بشكل صحيح. تمام؟ طيب يعني ايه تجويد اصلا؟ وليه اللي احنا لازم كل مسلم لازم ان هو يكون عنده خلفية عن التجويد؟ اول حاجة التجويد معناها التحسين. تمام؟ تحسين القراءة. في حاجة اسمها اللحن. اللحن ده معناه الخطأ. طيب انواع اللحن او اللحون في القرآن الكريم: في لحن جلي، وفي لحن خفي، وفي لحن أداء. تمام كده؟ طيب اللحن الجلي ده اللي بيقع فيه آثم. آثم ليه؟ لأنه هو لازم يتعلم القرآن بالقدر البسيط اللي ما يخلوش يقع في اللحن الجلي ده. طيب هو ايه اللحن الجلي ده؟ بيكون ان فيه أخطاء في نطق الحروف. يعني مثلا في بعض الناس بدل ما تقول ثاء تقول ساء، كأنها بتقول سين. يعني مثلا كلمة ثعبان يقولوا ثعبان، وطبعا ده ضمن اللحن الجلي الواضح. جلي يعني واضح. تمام؟ طيب عندنا برضو خطأ في التشكيل او الحركات يعني. تمام؟ يعني مثلا لو الكلمة بتنتهي مثلا ماء، مثلا قالها ماء، يبقى ده اسمه لحن جلي. تمام؟ طيب ايه هو اللحن الخفي بقى؟ اللحن الخفي ده بيكون في الأحكام، يعني مثلا إظهار، إدغام، إخفاء، إقلاب. يعني مثلا حاجة حكمها الإدغام جابها إظهار، يبقى ده هنا اسمه لحن خفي. ليه؟ لأن اللحن الخفي ده متعلق بأحكام التجويد أكتر، هنا بالإعراب وباللغة العربية والنطق السليم للغة العربية. يعني أضعف الإيمان اللي أنت تكون بتقرأ قراءة عربية سليمة، حروفك نطقها مظبوط، وتنطق الثاء ثاء، والسين سين، والزاي زاي، والذال ذال، والظاء ظاء. ما ينفعش ندخل الحروف في بعضها. تمام؟ لأن ده بيعمل خلل في القراءة الموجودة. اما بالنسبه ده طبعا يبقى ده الاولى اللي هو ان احنا نعرفه الجلي، وبعده على طول الخفي. بعد كده لحن الاداء ده اللي بيتمرس وبيبقى يعني وصل لمستوى جيد في التجويد، بيبدا ان هو يدور على لحن الاداء. طيب لحن الاداء زي مثلا عندي كلمه فعصى. تمام؟ فعصى. المفروض ان كل حركة من دول يكون زمانها مساوي تماما للحركة اللي بعدها. لو دي هتاخد ثانية يبقى دي هتاخد ثانية، يبقى دي هتاخد ثانية. ده هتاخد نص ثانية، دي نص ثانية، دي نص ثانية. ده اللي هو ميزان الحركات ثابت في خلال القراءة. طبعا الحرف المتحرك هو زمنه ثابت في كل الحركات، والحرف الساكن زمنه ثابت في كل الحروف. تمام كده؟ طيب لو حد جه عمل اختلاس في الحركة او حصل لحن اداء، بيعمل ايه؟ بدل ما يقول فعصى يقول فعصى. تمام؟ طيب احنا الوقت لحن الاداء ده مش اي حد هيتعرف عليه لسبب. انا الوقت لما بسمع شخص بيقول فعصى فعصى، جيت شوف لقيته فتح الفاء وفتح العين وفتح الصاد. طب فين الغلط؟ فين الغلط اللي هو وقع فيه؟ رغم انه قال كل الحركات مظبوطة، الا انه ما اتمش حركة بعض الحروف، حصل اختلاس حركة، وممكن يؤدي لاختلاف المعنى. زي كلمة برضو فقاست. فقاست فقاست. طيب اللي بيختلس بيعمل ايه؟ بيقول فقاست فقاست، كأنها جاية من الفقس، وليها فعصة كأنها جاية من الفعص. يبقى المعنى تغير في اللحن بتاع الأداء. تمام؟ طيب احنا كده اتعرفنا يعني ايه تجويد، وتعرفنا يعني احنا ليه بندرس التجويد، وعرفنا يعني ايه كلمة لحن، وعرفنا انواع اللحون اللي اللحن الجلي
واللحن الخفي ولحن الأداء. تمام كده؟ طيب كده يبقى أنا هنا الدرس الأول في التجويد. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.